السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طبق ديال التقليه كما كتشوفوا غنيه عن التعريف، راه كيبغي غير الكبير والصغير، كتجي غزاله. غنقدمها لكم بطريقتي الخاصه، تابعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. غادي نبداو هنايا على بركه الله. كيف ما كتشوفوا انا خديت هنايا التقليه، غسلتها مزيان وقطعتها صغيره طريفات صغار. كيف ما كتشوفوا هنا درتها في الكوكوط. غادي نبدا ندير دابا العطريه. هنا درت انا الثومه، بالنسبه للثومه درت انا تقريبا شي 3 تومات محكوكين. غادي نضيف هنا الربيع، قزبر ومعدنوس، وغادي نضيف معلقه ديال سكينجبير ومعلقه ديال خرقوم بلدي ونص معلقه ديال البزار، ونضيف ضامه ديال الزعفران. غنضيف نص ملعقه ديال القزبر يابس مطحون ونص معلقه ديال الكمون، وغادي نضيف الزيت البلدي قليل. غنضيف هنايا معلقه ديال التحميره والقليل ديال الملح على حسب الذوق. وصافي هنايا راه شعلت البوطه، غادي نشحرها مزيان. غادي نخليها حتى تشحر مزيان، عاد نضيف الماء. صافي هنايا من بعد ما تشحرات كيف ما كتشوفوا غادي نضيف الماء سخون. يعني القدر الكافي اللي غطي هنايا ضفت الزيتون نسيتو. وغنضيف هنا معلقه ديال مطيشه الحك، وصافي غادي نضيف الماء يكون سخون، يعني الماء الكافي اللي غادي طيب فيه. كيف ما كتشوفوا صافي هذا هو الحل، يعني كيغطي لنا الكرشه. وصافي دابا غادي نسد الكوكوط ونخليها تطيب على خاطرها، العافيه متوسطه. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا راه جات المريقه ديالها خاطره، يعني عاقده، والبنه راه ما نعاودش لكم جات بنينه. ايوا بالصحه والراحه. شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.